المتحف الكبير حارس كنوز مصر. قالت نور لجدها جبر: يا جدي، هل هذا المبنى الضخم هو المتحف المصري الكبير؟ إنه يبدو كمعبد فضائي ضخم بجوار الأهرامات. ابتسم الجد جبر وقال: أجل يا نور، إنه حارس كنوز مصر الجديد. بني على مساحة هائلة تبلغ حوالي 500,000 متر مربع. 500,000؟ هذا أكبر من حينا كله بكثير. شهقت نور وهي تنظر إلى تمثال الملك رمسيس الضخم عند المدخل. وكم عدد الكنوز التي بداخله يا جدي؟ أجاب جبر بحماس: يضم المتحف أكثر من 100,000 قطعة أثرية. وهي ليست مجرد أحجار قديمة، بل هي قصص وحكم من آلاف السنين. وأهم ما فيه هو المجموعة الكاملة لملك الذهب الشاب توت عنخ آمون. أسرعت نور إلى قاعة توت عنخ آمون. يا إلهي، انظر إلى هذا القناع الذهبي المذهل. كان القناع يلمع وكأنه مصنوع من الشمس نفسها، بعينين من حجر اللازورد. همس جبر: هذا هو سر المتحف. كل قطعة هنا، حتى أصغر قطعة مجوهرات، تحكي عن براعة وحياة أجدادنا. مهمة المتحف هي حماية هذه القصص وإيصالها للعالم كله. سألت نور: ولماذا من المهم أن يأتي الأجانب لزيارة المتحف يا جدي؟ أليست هذه كنوزنا نحن؟ رد جبر وهو يبتسم: أجل، هي كنوزنا، ولكنها أيضا إرث البشرية جمعاء. عندما يأتي زوار من كل بلد، فإنهم يأخذون معهم قطعة من روح مصر، ويتعلمون أننا جميعا نشترك في تاريخ واحد عظيم. أكمل جبر: لقد جئت اليوم لترى بنفسك كم هو جميل ومهم هذا المكان. إنه يربط بين الماضي البعيد والمستقبل الواعد. نظر جبر إلى نور بحب، ثم نظرا معا باتجاه الأهرامات من زجاج المتحف الشفاف. وختم جبر حديثه بنظرة فخر: تعالوا يا أصدقاء من كل مكان، زوروا المتحف المصري الكبير وشاهدوا روعة الحضارة المصرية بأعينكم. إنه ينتظركم بفارغ الصبر. الدعوة باللغة الإنجليزية. Come friends from everywhere. Visit the Grand Egyptian Museum and see the splendor of Egyptian civilization with your own eyes. It awaits you eagerly.